هاي اخباركم ايه؟ معانا النهارده مشكله جديده. واحده بتقول هي متجوزه من 10 سنين وعندها 3 اولاد، وكانوا عايشين بره مش في بيت العيله، وبعد كده عزلهم وعاشوا في بيت العيله. واجت وكنا بننزل على طول انا وسلايفي عند حماتي. بس اجت فتره حماتي تعب، وليا سلفة ما بقتش تعمل اي حاجه خالص. والسلفة التانية قالت انا مش ملزمه ان انا اخدم امي، ابنها هو اللي يخدم او يجيب واحده بالفلوس تخدم امي. وجوزي قال نفس الكلام، قال هي مراتي مش ملزومة تخدم امي. ولكن بقى ايه؟ بعد لكن دي يبقى هو قال حاجة وبيعمل حاجة تانية. كان بيبتزني نفسيا، او لو عاوزة اروح مشوار او اروح في حتة ما كانش بيرضى، او بيعاملني معاملة وحشة. فطبعا ده وراها حاجة، بدل بيعاملك كده يبقى عاوز منك حاجة. كان بيخليني ايه بقى؟